السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اهلا بكم في قناتنا المتواضعة وصفات على قد الايد. قبل ما هنبدأ الفيديو هنصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هنبدأ بقى، تعالوا كده نخشوا كده على طول على الفيديو. هنسمي بسم الله، وتعالوا بقى نعمل الاكل بتاع زمان، روايح الاكل بتاعت زمان بتاعت ايه، امنا وامي وحاجات دي. هنسمي بالله كده الاول. هنغسل الحوض بتاعنا، إحنا كنا مربيين الفراخ دي فوق السطح، فإحنا دبحنا منهم 2، فهنغسل الحوض بتاعنا كده غسلة حلوة معتبرة. أنا بانضفهم فوق، عندي حوض فوق بانضف فيه. هاجي بقى أكمل بقى تنضيفهم هنا. غسلت الحوض غسلة معتبرة أهي زي ما أنتم شايفين، وهامسك بقى الفراخ أنضفها تنضيفة مِيّة مِيّة، أحوش كل بقى الزوايد وكل الجلد اللي فيها وكل الحاجات اللي ما هياش كويسة هاحوشها. هانضفها كده تنضيفة حلوة، وعشان ننقعها بقى كده تنقيعة حلوة برضه هاقول لكم إحنا هنعمل فيها إيه، واحدة واحدة كده بقى في الفيديو هنعمل كل حاجة. نعمل بقى الأكلات والحاجات بتاعة زمان، الروايح بتاعة زمان مش بتاعة اليومين دول. هنمسكهم بقى نحوش منهم كل الزوايد وكل الحاجات اللي ما لهاش أي لازمة. غسلناهم أهو. هنغسل بقى الطبق بتاعنا كده غسلة برضه حلوة، عشان ننقع الفراخ بتاعتنا تنقيعة كده معتبرة، علشان ما يبقاش فيها ريحة أي زفارة أو أي حاجة. أهم حاجة تنقيع الفراخ وتنظيفها، هتديلك الأكل زي الفل. معانا هنا جبنا شوية دقيق، ملح وسكر، ومعانا هنا ليمون. الليمون ده أنا بجيبه، الليمون اللي بيبقى فاضل أو قشر الليمون بحطه في الفريزر واسلقه وافرمه في الخلاط، واسيبه كده انقع به الطيور. زي ما انتم شايفين اهو. هندعكهم بقى كده دعكة معتبرة كده الأول بالملح والدقيق والليمون. ما تحطيش خل، الخل بيثبت الزفارة في قلب الفراخ. ندعكهم كده من جوه ومن بين الجلد كده وكل حاجة. هنغسل بقى كده وننقعهم تنقيعة معتبرة. طب والكبد والقوانص اللي انت حطاها في جنب ديت ما بنقعهاش مع الطيور. في طبق صغير كده باخد شوية مية منهم زي ما انتم شايفين، واروح جاية حطاهم كده على الحوض، واسيبهم برضو جنبهم. هسيبهم بقى يتنقعوا تنقعة حلوة كده ساعتين كده ولا حاجة، لما نجهز الخلطة اللي احنا هنحشيها بيها. يا رب كده الفيديوهات تكون بتنال اعجابكم. جهزنا اهو، نقعناهم. هنجيب بقى نجيب بصلتين وقرن فلفل وحباية طماطم. كانوا زمان بقى بيعملوا البصلة على ايديهم، ما كانش كبة، ما كانش حاجات من دي، وكانت تلاقي الاكل طالع زي السكر. الوقت بقت الكبة والاختراعات اللي بيعملوها اليومين دول، فاحنا هنخرط البصلة بقى. احنا هنرجع بقى لأيام زمان، لا في كبة ولا في الافتكاسات اللي بيعملوها في الأكل. هنعمله أكل تقليدي جدا جدا جدا، بتاع روايح زمان بقت، وأكل زمان بتاع أمي وأمك وستي وستك والجماعة دول كلهم. الوقت ما عادوش بيقولوا على الست ستي، الوقت عادي بيقولوا تيتا ونناه ومش عارفة ايه. فاحنا هنعمل ايه، نرجع كده لأصلنا بتاع زمان. هنقطع البصلة كده مكعبات، عاوزة تقطعها ناعمة رفيعة، اللي انت بتحبيه، بس انا بحبها ايه، كبيرة شوية. هنعمل كمان قرن فلفل كده عشان يديلها طعم حلو، وحباية الطماطم هنقطعها برضو مكعبات. وهنحط بقى عليها البهارات بتاعتنا، شوية ملح وفلفل أسمر وحبهان وورق لورا فقط لا غير. ما تحطيش الحاجات التانية ديت اللي هم بيحطوها، ولا بهارات فراخ ولا بهارات أي حاجة. ورق لورا وحبهان مطحون، لو كان عندي صحيح كنت حطيته. هنمسكهم بقى كده ندعكهم دعكة حلوة كده، بتدي للفراخ طعم وريحة رهيبة. هنمسكهم بقى دعكناهم دعكة حلوة كده. هنيجي بقى نحشي الفراخ بتاعتنا. انا معايا فرخة كبيرة وفرخة صغيرة، انا عاملاهم الاتنين، بس مش هناكلهم الاتنين يعني الصراحة. قلت بالمرة نعملهم، هناكل واحد ونسيب التاني. في الايام دي وفي الظروف دي يعني بنحاول نلم على قد ما نقدر. هن هنكتفهم بقى كده تكتيفة حلوة علشان ما يطلعش منهم اي حاجة. هنعمل بقى الفرخ التاني اللي نحشيه كمان اهو زي ما انتم شايفين. يا رب كده الفيديوهات تكون بتنال اعجابكم، وتعملوا لي لايك كده وكومنت حلو. هنيجي بقى على البوتاجاز، فضل معايا شويه بصل اهمت، هقول لكم نعمل فيهم ايه. شويه زيت كده بقت في الحله الضغط، عشان انا كنت متاخره الصراحه، لولا كده كنت طبختهم في الحله العاديه. هنحط بقى نشوحهم بقى التشويحه معتبره، ونحط شويه البصل اللي فضلوا كده مع الطماطم نشوحهم بيها، تدي لها ريحه وطعم جميل. هتشوحها بقى، تكون احنا حاطين في الكاتل ميه سخنه، ما تحطش ميه ساقعه. تكون انت حاطه في الكاتل بعد ما شوحتيهم، نحط بقى في الكاتل ونسمي بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. اما سخلي كده بسم الله وذكر الله تملي في بقك كده، بيخلي الاكل، وتعملي الاكل بحب بيطلع الاكل فعلا جميل والله.
هنغطي بقى عليها ونسيبها بقى لغاية ما تستوى براحتها. نكون إحنا بقى جهزنا إيه، أنا عندي مقشرة البطاطس، هنعمل بطاطس وهنعمل ملوخية. أنا عندي مقشرة البطاطس بس هنعمل بقى نقشّر بالسكينة زي زمان، كانوا زمان بيقشّروا بالسكينة كده واحدة، واحدة. نعملها بقى البطاطس صوابع ولا صواني ولا يقول لِك اعمليها مكعبات، في ناس كانت بتعملها مكعبات، بس إحنا كانت أمي الله يرحمها يعني ربنا يرحمها يا رب كده ويغفر لها هي وأبويا يالّا الدنيا كلّها رايحة، هنقطّعها بقى كده نقشّرها ونعملها صوابع، روايح الزمن الجميل والأكل بتاع زمان، هنعملها بقى صوابع كده، كان الأكل بيطلع من إيديهم زي السُكّر، كان الواحد والله بياكل الأكل يعني ما كانش بيبقى شايل للدنيا هَم، دلوقتي كان قعدنا بنشتري لكل حاجة هَم، كل حاجة مش للدنيا بس، لكل حاجة هَم. معايا هنا الطماطم أنا كنت حاطاها في الفريزر باعملها كده وباجهّزها، باطلّعها على قد إيه الطبخ، هاغسل البطاطس بتاعتي وانقّعها في شوية مَيّة علشان ما تسمرّش منّي أو تسود، بيكون بقى أنا الحوض بقت حواليّا بانضّف كده أول بأول كل حاجة. هنجيب بقى الرز بتاعنا هنغسله غسلة معتبرة كده حلوة علشان هنعمل معاه كمان رز بالشعرية، نغسله غسلة حلوة كده من كل الحاجات البيضا اللي بتنزل منه. هنجيب بقى الحلة بتاعتنا نحط شوية زيت محترمين كده ونجيب فص توم، نعمل البطاطس بالتوم، في ناس بتحبها بالبصل بس دي حاجة ترجع لِك يعني عاوزة تعمليها ببصل عادي، عاوزة تعمليها بتوم برضه دي حاجة ترجع لِك، كل الأكل أذواق يا جماعة، كل واحد يعمل الحاجة اللي هو بيحبها. إحنا بنعملها بتوم وطلعنا اللي إحنا بنعملها بتوم. معايا الصلصة بتاعتي أنا باحطها في الفريزر زي ما قُلت لكم من غير أي حاجة، يعني ما باحطلهاش أي إضافات ولا أي حاجة، أحطها كده واسيبها لغاية ما تفِك شوية عشان هي كانت في الفريزر، شوية ملح صغيرين، شوية سكر، وهاسيبها بقى إيه تفِك كده مع نفسها. هنيجي بقى إحنا هنا كده نجيب الحلة بتاعتنا ونعمل بقى رز بالشعرية، عندِك سمنة، زبدة حطي، أنا المتاح عندي زيت، حطيت الزيت، هنعمل بقى هنجيب الشعرية بتاعتنا وهنحمّرها، أنا باحب الشعرية بتاعتي تبقى غامقة شوية، علشان أمّا بتغلي في الرز بالاقيها اللون بتاعها بيفتح درجة، فأنتِ تغمّقيها سِنّة. هنحط بقى الرز بتاعنا كده، سمي بسم الله، صلّوا على النبي كده يا جماعة عليه أفضل الصلاة والسلام، واستغفروا ربنا وخلّوا ذكر الله دايمًا في بُقُّكم وأنتم واقفين كده برضه استغفروا ربنا وأنتم قاعدين. هنقلّب الرز بتاعنا تقليبة حلوة ونحط بقى المَيّة عاوزة تحطّي شوربة اسقيه بشوربة عادي، أنا باحب أسقيه بمَيّة، عاوزة تسقيه بشوربة دي حاجة ترجع لِك بس ما تحطّيش ملح، عشان أنتِ الشوربة بيبقى فيها الملح وبيبقى فيها كل حاجة. كل واحد عارف مقدار الرز بتاعه بياخد قد إيه كمية المَيّة، فإحنا كده هنغطّي على الأكل بتاعنا، الطماطم بتاعتي فكّت أهيّة، هاخد منها إيه، معلقتين 2 وهاقول لكم أنا هاخد منها معلقتين 2 ليه، حُشتهم كده على جنب، هنحط بقى البطاطس بتاعتنا هنقلّبها كده تقليبة حلوة، شوية فلفل أسمر، شوية بهارات اللي هي ال7 بهارات، الملح بتاعِك، هتقلّبيها برضه تقليبة حلوة وشوية مَيّة كتار علشان أنا لسه أمّا أفتح الحلة على الفراخ هاحط لها كمان شوية شوربة، مش عاوزة تحطّي لها شوربة دي حاجة برضه ترجع لِك وأنتِ حُرّة. عملنا معاها كمان الرز أهو، وطّينا عليه وسِبناه، الفراخ بتاعتنا استوت، هناخد بقى كده شوية شوربة حطيتهم هناك على البطاطس، هناخد بقى شوية شوربة بقى حلوين عشان نعمل معاكم الملوخية. الملوخية بتاعة المرّة دي مش ملوخية خضرا، اللي هي الملوخية الطازة، الملوخية ديّة ملوخية ناشفة، تبقى جميلة، إحنا ما بنحبش الملوخية التانية، بنحب الملوخية الناشفة. البطاطس بتاعتي كانت استوت أهيّة وبقت ما شاء الله مِيّة، مِيّة. هتجيب بقى كده عفوًا المعلقة الصلصة، باحب الشوربة بتاعة الملوخية يبقى فيها معلقة صلصة وفص توم ني غير اللي أنا هاعمله الطش، جربيها بيدّي لها طعم جميل جدًا، 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 جدًا. هنزودها بقى كمان شوية مَيّة علشان عاوزة الشوربة بقى شوربة الفراخ البلدي ديّة يا جماعة، يعني دوا لكل الناس اللي بتحبها. الملوخية بتاعتي بقى باجيبها باغسلها وانشفها حلو أوي، 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 وافركها بقى كده ننعّمها ونحطها في برطمانات وتحطها في التلاجة، بتفضل معاكِ من السنة للسنة، تفضل خضرا وهاعملها لكم دلوقتي وهتشوفوها وهتلاقوها خضرا مش حاجة. الشوربة بتاعتي غلت باحوشها بس كده على جنب، عشان الملوخية عامةً ما بتغلاش، يعني يا دوب ما بتقلبش كمان، بتعمل من الحواف وتعمل إيه. معايا هنا التوم يا دوب سخّنته بس على أمّا أحط الملوخية بتاعتي،
أنا هاحط بقى الملوخية مقدار ما أنتِ بتحبي السمك بتاعها سمكها قد إيه، بتقلّبي كده بالمضرب بقلب الشوربة، بتبقى جميلة. أنتِ بتحبي الخضرا اعمليها، بس إحنا بنحبها ناشفة. هنحط بقى كده فص التوم، هنحط عليها بقى شوية كزبرة كده ناشفين. أنا مش مكترة توم علشان أنا حاطة توم ني في قلب الملوخية عشان ما يبقاش توم كتير يعني over زيادة عن اللزوم. هنيجي بقى هنا كده بسم الله بسم الله، شفتم بتعمليها بقى كده يا دوب من على الحواف بس تغلى غلوة واحدة. الملوخية كل ما بتعمليها كده بتدي لها عرق، وتخليها تدي لها المطة الحلوة ديت اللي انتوا شايفينها أهي. دي تفرقيها ملوخية خضرا أو ملوخية ناشفة، تبقى جميل. أدا خلصنا الأكل بتاعنا. يا رب كده يكون الفيديوهات بتنال إعجابكم، ويكون إحنا دايما عند حسن ظنكم. شوية فلفل أسمر بقى كده على الفراخ، وأسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما تنسيش لو نسيت تحط اللايك حطيه، ولو لسه ما اشتركتيش اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. الأكل تحفة كده ويفتح النفس من كل حاجة. يا رب كده الفيديوهات تكون كده خفيفة وحلوة على قلبكم، ويكونوا انتوا دايما بتشتاقوا لنا في الفيديوهات بتاعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.